السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الدرس الثالث من كورس تحليل البيانات باستخدام إكسل. في الدرس دوت هنتعلم مع بعض إنشاء البيفت تيبل بصورة أكثر احترافية، وهنتعلم مع بعض إزاي نتعامل مع البيفت تيبل ونطلع منه أكتر داتا ممكنة بصورة مختلفة عن أي تعامل معاه قبل كده. خلينا على طول نروح نشوف هنعمل البيفت تيبل ازاي. وخلينا نقول قبل ما ننشئ البيفت تيبل، خلينا طبعا احنا بننشئ البيفت تيبل بناء على داتا موجودة عندنا ومنظمة في جدول زي ما اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا. خلينا برضو نأكد على كونسبت قلنا قبل كده، وهو كونسبت او مصطلح التابيولار داتا. ايه هو التابيولار داتا؟ التابيولار داتا او البيانات المبوبة ليها حوالي 3 أو 4 خصائص لابد ان هم يكونوا موجودين في الجدول بتاع حضرتك عشان خاطر تقدر تبني عليه بيفت تيبل احترافي. اول حاجة، التابيولار داتا هي عبارة عن بيانات مبوبة بتكون مكونة من صفوف وأعمدة. أول صف بتكون فيه أو بيكون مكتوب فيه رؤوس الأعمدة، وهي بتدل دلالة منطقية على محتويات الصفوف. بمعنى إيه الكلام ده؟ عندنا هنا الصف رقم سي أو العمود رقم سي، عنوان العمود ده المنطقة تيريتوري، فما ينفعش أجي تحت المنطقة هنا واكتب مثلا الكمية أو اكتب البرودكت كاتيجوري. ليه؟ لأن العنوان هنا أو عنوان العمود دوت بيقول لي تحت العمود ده حط فقط التيريتوري أو المناطق. كذلك بالنسبة للسيلز أو البرودكت أو الكوانتيتي، ما ينفعش أجي في عمود الكوانتيتي واكتب اسم منطقة. أولا ده هيبوظ لي الداتا بتاعتي، وقبل دوت هو أساسا غير منطقي، يعني إن أنت تكتب تحت الكمية تكتب العنوان. يبقى أول نقطة إن الداتا بتاعتنا بتكون مبوبة، أول صف فيه عناوين الأعمدة. تاني نقطة إن كل عمود من دول بيحتوي على نفس النوع من البيانات. بيانات الكميات تبقى تحت عمود الكميات، بيانات المناطق تبقى تحت عمود المناطق، وهكذا. تالت نقطة، قلنا قبل كده في تصميم جدول أو في تصميم الجداول إن أنا أقدر أعمل حاجة اسمها صف الإجماليات أو التوتال روز. التوتال رو دوت عبارة عن إيه؟ يعني أنا لو جيت هنا من قائمة ديزاين وقلنا صف الإجمالي اللي هو التوتال رو، قلنا وشرحناه قبل كده، ما ينفعش أعمل بيفت تيبل على الداتا دي والأوبشن ده متفعل. ليه؟ لأن هو هيبدأ يحسب لي الصف الأخير دوت كصف بيانات ويدخله معايا في حسابات البيفت تيبل، وده هيسبب لي مشكلة. يبقى لو أنت شغال على جدول بيانات وحابب تنشئ من خلاله بيفت تيبل، تأكد ان صف الاجمالي ده مش مفعل. عن طريق قائمة ديزاين بتعمل ازالة للعلامة صح اللي موجودة قصاد توتال رو. اخر حاجة، ما ينفعش عندي يكون موجود فيه صفوف فاضية في الداتا دي. احيانا ممكن تكون غير منظمة عندك او غير مش معمول لها نورماليزيشن او تنظيف، فبالتالي ممكن تلاقي صف فاضي. ما ينفعش القصه دي تنشئ عليها بيفت تيبل. طبعا دي ممكن تجي لك، انت لازم تتاكد ان مفيش صفوف فاضيه في الجدول بتاعك عشان خاطر تعرف تعمل بيفت تيبل احترافي او ما يسببلكش مشاكل وانت شغال. طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه هي النقاط اللي لازم توفرها في جدول البيانات عشان خاطر تنشئ بيفت تيبل عليه. وخلينا نقول دلوقتي ان احنا هندخل نعمل بيفت تيبل على طول دلوقتي. البيفت تيبل كواحدة من أهم الأدوات اللي لازم تتقنها بشكل احترافي، أهم وأول الأدوات اللي لازم تتقنها بشكل احترافي عشان خاطر تخش في مجال تحليل البيانات. دلوقتي هندخل على طول نعمل بيفت تيبل. البيفت تيبل يا جماعة اللي هو كواحدة من أهم أدوات تحليل البيانات، أو أول أداة لازم تتقنها بشكل كويس جدا عشان خاطر تخش مجال تحليل البيانات. زي ما قلنا في درس قبل كده، عشان نعمل بيفت تيبل بنقف في اي خليه من خلايا الجدول، بنروح على قائمه انسيرت وبنلاقي معانا اول خيار هنا البيفت تيبل. اول ما بنضغط على البيفت تيبل بيظهر لي هنا كده مربع الحوار ده، بيسالني كام سؤال. بيقول لي انت الرينج بتاعك اللي انت هتنشئ عليه البيفت تيبل هو هنا على طول باي ديفولت اختار الجدول اللي انا واقف عليه. بيسالني هنا كام سؤال تانيين، بيقول لي انت عايز تعمله في ورك شيت جديد ولا عاوز تعمله في نفس الورك شيت. طبعا احنا محتاجين او يفضل ان انت تعمله في ورك شيت جديد.
الخيار الاخير ده بيقول لي add this data to the model او داتا موديل. بيقول لي انت هتضيف الجدول الجديد دوت في الداتا موديل بتاعك ولا لا. طبعا احنا في الحاله بتاعتنا دي احنا مش شغالين غير على جدول واحد، مش هنعمل ريليشن شيب بين الجدول ده وبين اي جدول تاني، فمش هنعلم على الاوبشن دوت. في مراحل متقدمه من الكورس ان شاء الله هنعلم عليها، لان هيكون عندنا اكتر من جدول بيانات هنقدر نعمل بينهم ريليشن شيب، فبالتالي هنحتاج ان احنا نضيف البيفت تيبل دوت في الداتا موديل بتاعتنا. لكن احنا حاليا ما عندناش داتا موديل، فهننشئ البيفت تيبل على طول. اول ما خلاص انا اخترت انا ما يعني هانشئ البيفت تيبل في الجدول، يعني في الصفحه عندي او صفحه جديده، وحددته خلاص، بعمل اوكي على طول بيفتح لي صفحه جديده وبينشئ لي البيفت تيبل بتاعي. على اليمين هنا بلاقي عندي البيفت تيبل فيلدز او حقول البيفت تيبل، عندي الصفوف او عفوا الاعمده بتكون موجوده عندي هنا كده، او رؤوس الاعمده موجوده عندي، وعندي 4 خانات رئيسيه بقدر من خلالهم احصل على البيفت تيبل او اطلع البيفت. ببدا على طول عشان اعمل بيفت تيبل بشوف انا محتاج اطلع ايه من البيفت تيبل دوت. عندي اول حاجه قائمه اسمها قائمه الفاليوز او القيم. طبعا في قائمه القيم هنا او الفاليوز ما ينفعش تحط نصوص، لان دي القائمه او دي يعني او ده المكان اللي انا بعمل على اساسه التحليل. انا هعمل تحليل او هعمل انالايز، بالتالي هعمل انالايز لداتا او لارقام، فما ينفعش مثلا اجيب التريتوري مثلا واحطها في القيم، هيطلع لي ايرور او هيطلع لي حاجه مش منطقيه. قال لي هنا كاونت اوف تريتوري، جمع لي عدد المناطق، فطبعا ده مش منطقي. احنا محتاجين نعمل اناليسيز للسيلز. خلينا نجيب التوتال سيلز ونحطها في الفاليو. ده كده التوتال سيلز بتاع كل حاجه. طيب انا محتاج التوتال سيلز دوت كومبيرد بايه؟ كومبيرد مثلا بالمناطق. لو جبنا مثلا المناطق وحطيناها في الصفوف اللي هي الروز، هلاقي لي هنا، خلينا نكبر عشان تشوف، هلاقي هنا جاب لي سميشن اوف توتال سيلز مقارنه بالمناطق. طبعا هنا بلانك عندنا في الجدول اللي موجود فيه خانات فاضيه، عشان كده كنت بقول لك تاكد ان الجدول بتاعك ما فيهوش خانات فاضيه. خلينا نرجع ونشوف ايه الخانات الفاضيه دي موجوده فين ونحذفها، عشان خاطر يكون شكل الداتا اكتر، او يعني شكل الداتا ايه منظم بالنسبه لنا اكتر. يعني طبعا كنا عاملين هنا على التيبل دوت. نرجع كده ونشوف ونحط فلتر هنا ونشوف الخانات الفاضيه فين. نحط فلتر باتون ونشوف هل هنا في، طبعا التريتوري هي اللي فيها خانات فاضيه بلانك، فدي بلانك اهي هنعلم عليها عشان خاطر نحذفها. هي خانه واحده طبعا، هنعمل كليك يمين ديليت رو كده حذفناها. بعد كده نشيل الفلتر ده من قائمه داتا مثلا او قائمه ديزاين عادي. لو شلنا الفلتر نرجع للشيت بتاعنا، نعمل ريفريشمنت زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت عشان خاطر يحدث البيانات دي عن طريق قائمه انالايز. اول ما بقف على البيفت تيبل بيحدث لي او بينشئ لي القائمتين دول، بيفت تيبل تولز، فيهم قائمه اسمها انالايز. لو وقفت عليها الاقي حاجه اسمها ريفريش، هضغط على ريفريش على طول هيشيل لي البلانك. طيب كده خلاص احنا ايه عملنا بيفت تيبل. خلينا دلوقتي نتعرف اكتر على البيفت تيبل وايه اللي يقدر، يعني ايه اللي احنا نقدر نعمله معاه. طيب دلوقتي بدايه كده شكل الارقام ده مش عاجبني. انا ما اقدر لو جيت قلت لك دلوقتي بص لي مثلا على الرقم ده وتعرف تقراه، مش يعني للوهله الاولى هيكون صعب جدا. فخلينا نعمل شويه تنسيق كده مثلا على الرقم ده. هنضغط كليك يمين على اي خليه من دول ونعمل فورمات نمبر او فورمات سيل. فورمات سيلز هيفتح لي مربع حوار هقدر من خلاله اعدل شكل الارقام دي بما يتناسب مع رؤيتي انا، بحيث ان انا اقدر بسهوله شديده اقدر يعني اقرا الرقم او اعبر عنه. طبعا هنيجي هنا في القائمه دي وهنختار دوت نمبر رقم، وهجاوب على سؤالين بس. يقول لي الديسيمال بليسز، انت محتاج كام علامه عشريه بعد الصفر؟ انا او كام صفر بعد العلامه العشريه؟ انا مش محتاج، خليه لي صفر خالص. بيقول لي استخدم فاصل الالاف ولا ما تستخدموش؟ طبعا انا هستخدمه وهضغط اوكي. طبعا هنا يعني ايه عمل على الخليه دي بس، فانا اقدر اعمل على كل الجدول عن طريق ان انا هحدد عليه كله كده. وممكن يعني الفورمات بتاع السيلز اللي انا عملته من شويه دلوقتي اعمل ليه اختصار. في قائمه هوم
هلاقي عندي حاجه اسمها نمبرز. تمام. هضغط على العلامه العشريه دي كده ضغطه واحده، على طول عمل لي فاصل الالاف في كل الشيت. عاوز اشيل الديسمال بليس دي او العلامات العشريه دي، اخليها 3 علامات عشريه مثلا او 3 اصفار بعد العلامه العشريه، او اشيلهم خالص. هضغط على عندي زرارين دول، لو ضغطت على الزرار ده هيزود لي العلامات العشريه او هيزود لي الاصفار بعد العلامه العشريه. ضغطت على ده هيقللهم لي. هفضل اضغط عليه لحد ما انا مش محتاج ارقام عشريه في، او مش محتاج كسور في الجراند توتال، انا محتاج ارقام صحيحه. كده خلاص اقدر بسهوله جدا اقرا الرقم مثلا اسكندريه 237 مليون و403 الف 888 وهكذا. طيب نيجي تاني مثلا لمثال، لو انا محتاج اعمل تحليل للاصناف، هشيل طبعا التريتوري من هنا، احط مثلا البرودكت كاتيجوري. جاب لي هنا الكاتيجوري بتاعت او اجمالي المبيعات لكل قسم. مثلا الاكسسوارز بيعاه ب 201 مليون و850 وخلافه، الالكترونيات 431 مليون وهكذا. طيب لو انا هل ينفع احط صفين ورا بعض؟ يعني احط مثلا خانتين في صف الروز، ينفع يعني، ولكن لابد ان هي تكون ذات معنى. يعني مثلا ما ينفعش تجيب لي مثلا الكميه وتحطها لي تحت في الصفوف تحت البرودكت كاتيجوري. شفت عمل حاجات غير منطقيه او حاجات يعني ملهاش معنى، صعب تحليلها يعني. فبالتالي دي ملهاش معنى. اللي ليه معنى ان انا اجيب مثلا الكاتيجوري واحطه تحت البرودكت مثلا، او اجيب البرودكت واحطه تحت الكاتيجوري. يعني هنا مثلا خلينا نصغر شويه ونقفل دي كده شويه. هنا كده شوف ايه اللي يعني ايه اللي حصل عندي هنا. عندي هنا مثلا الكاتيجوري الاكسسوارز تحت منها 4 أو 3 اصناف، كل صنف بايع اجمالي مبيعاته قد كده. الالكترونيات تحت منها كذا صنف وهكذا. فبالتالي السب كاتيجوري دوت ليه معنى، ان ان البرودكت كاتيجوري ده فوق وتحت منه البرودكت. حتى العكس كده ما ينفعش، لو انا شلت ده حطيته فوق برضه هتلاقي حاجات متكرره كتير ملهاش معنى منطقي يعني. فالمنطقي ان الكاتيجوري فوق وتحت منه الايه البرودكت. كذلك مثلا لو انا حابب اجيب مثلا الشهور او السنين، مثلا خلينا نشيل كده الكاتيجوري ونحط مثلا في السنين في الروز. قبل ما نكمل المثال ده خلينا نقول الفرق بين ان انا احط الحاجات، احط الداتا بتاعتي في الرو او في الاعمده او الكولوم. لو انا مثلا جيت في الييرز او السنه حاططها في الكولومنز او الاعمده، هيحط لي النتائج جنب بعض. لو حطيتها في الروز، لو انا جبت مثلا التريتوري حطيتها في الروز كده حطهم لي تحت بعض. فانا هنا عملت مثال معقد شويه اهوت. انا دلوقتي جايب لي مبيعات كل منطقه في كل سنه. 2017 اسكندريه بايعه بقد كده، 2018 اسكندريه بايعه بقد كده، الجراند توتال بتاع اسكندريه كله في خلال السنتين قد كده، والجراند توتال بتاع 2017 كله قد كده. تمام كده. فبالتالي انا اقدر احط اكتر من بيان تحت بعضه، ولكن لابد ان هو يكون ذا مغزى او منطقي. المربع الاخير هنا هو الفلترز اللي على اساسه بقدر اعمل فلتره للداتا دي. لو انا مثلا دلوقتي الداتا دي يعني عجباني، بس انا عايز اعمل فلتر على اساس مثلا الشهر، لو جبت الشهر وحطيته هنا كده هيظهر على طول عندي هنا كده الفلتر فوق. اقدر اختار من خلاله مثلا شهر يناير مثلا، واقول اوكي. كده جاب لي مبيعات يناير في 2017 لمنطقه اسكندريه او منطقه القاهره، مبيعات يناير في 2018 لمنطقه الدلتا وهكذا. طبعا الفلتر هنا تقدر تغيره مثلا على اساس حاجات منطقيه برضو. يعني مثلا نقدر نشيل مثلا نجيب المنطقه الكبيره مثلا نحطها في الفلتر. طيب خلاص نيجي يعني قلنا كده ان احنا نقدر نعمل حتى فلتر على المنطقه الكبيره من خلال هنا كده. اقدر اختار مثلا الدلتا لوحدها، اسكندريه لوحدها، او عفو. طيب هو هنا طبعا الفلتر هنا غير منطقي. ليه؟ احنا حاطين المنطقه الكبيره هي في الروز، وحاطين المنطقه الصغيره في الفلتر. المفروض نعكس، هنجيب التريتوري فوق هنا كده ونجيب الجفرن هنا كده. كده عندنا كل
التريتوري مثلا اقدر احوشه مثلا اسكندريه، هيظهر لي مناطق اسكندريه فقط وهي اسكندريه. أو لو فلترت مثلا واخترت الدلتا هشوف في كام منطقه في القاهره مثلا ويطلعهم لي القاهره والجيزه وهكذا. خلينا نشيل الفلتر ده. بالتالي ده كده اجمالي المبيعات لكل سنه لكل منطقه. زي ما قلنا يا جماعه ان اداه البيفت تيبل اداه قويه جدا في تحليل البيانات، وهي يعتبر الاساس الاولي اللي ما ينفعش تخش مجال تحليل البيانات الا وانت عارفها يعني بصوره كويسه جدا. دي كده كانت فكره عامه عن البيفت تيبل وكيفيه انشاء بيفت تيبل والتعامل معاه. خلينا بقى نخش في يعني بعمق اكتر في البيفت تيبل وتحليل او ان احنا نقدر نعمل كاستمايزيشن للبيفت تيبل بما يتناسب مع احتياجنا. اول نقطه او اول يعني حاجه هنتكلم عنها، لو انت عندك مثلا اول ما بتضغط على البيفت تيبل كده بيتاكتف معاك هنا حاجه اسمها بيفت تيبل تولز، بتحتوي على قائمتين، قائمه انالايز وقائمه ديزاين. قائمه انالايز هنا بتقدر من خلالها تعمل عمليه تحليل، ده طبعا واضح من اسمها، للداتا اللي موجوده عندك في البيفت تيبل. وقائمه ديزاين بتقدر تعمل اعاده ديزاين او تصميم للبيفت تيبل. خلينا ناخدهم واحده واحده ونشوف كل واحده يعني موجود فيها ايه. هنبدا بقائمه ديزاين. قائمه ديزاين اول حاجه عندي حاجه اسمها ريبورت لاي اوت. الريبورت لاي اوت ده يعني اللي ظاهر قدامنا ده يعتبر شكل من اشكال الريبورت، فخلينا نشوف ايه هي الاشكال اللي نقدر نستعرض بيها النتائج بتاعتنا. اول خيار عندي هنا حاجه اسمها كومباكت فورم. الكومباكت فورم وهو الشكل اللي بيظهر لي تلقائي مع اي انشاء بيفت تيبل، هو الشكل اللي قدامنا دلوقتي دي. طيب خلينا نختار الخيار التاني ونشوف هيكون شكله عامل ازاي، وهو الاوت لاين فورم. طبعا الاوت لاين فورم هنا ما ظهرليش فرق كبير. ليه؟ لانه بنستخدمه فقط او تاثيره بيظهر لو انا عندي داتا معقده اكتر، زي المثال اللي قلناه من شويه وهو مثال الكاتيجوري. لو انا جبت مثلا البرودكت كاتيجوري حطيتها في الصفوف وتحت منها حطيت البرودكت، في الحاله دي هتلاحظ الفرق. لو احنا جبنا وقفنا هنا كده واخترنا ديزاين، بعد كده قلنا الكومباكت. الكومباكت ديزاين زي ما هو موضح قدامك كده، عندي الاكسسوارز تحت منها الاصناف بتاعتها، الالكترونيات تحت منها الاصناف بتاعتها وهكذا. شوف الفرق بينها وبين الاوتلاين فورم. عمل لي عمود جديد، اول عمود حط لي فيه الكاتيجوري، تاني عمود حط لي فيه البرودكت كشكل تنظيمي اكتر. وقصاد كل كاتيجوري عامل الجراند يعني توتال بتاع كل سنه، هنا 2017 وهنا 2018 وهنا الجراند توتال. كذلك بالنسبه للاصناف اللي هي تحت او البرودكت اللي تحت الكاتيجوري. طيب الخيار الثالث تابيولار فورم. التابيولار فورم هياها الشكل اللي فات، ولكن لاحظ معايا ضاف هنا ايه، الاكسسوارز توتال حطها لي من تحت، بيضيف رو جديد تحت كل كاتيجوري، بيكتب قصاده اسم الكاتيجوري وجنبيه كلمه توتال ويحط لي التوتال بتاعه قصاده كده. طبعا دي كلها اشكال عرض، انت بتشوف الشكل المناسب بالنسبه لك ايه وتختاره. نيجي بعد كده ل ريبيت اول ايتمز ليبل. لو اخترناها قصاد كل ايتمز بيحط لي هو تحت كاتيجوري ايه زي ما موضح كده. الشكل الاخير طبعا ريبيت نوت ريبيت ليبلز، عكس الايه الشكل الاولاني. طيب خلينا نختار الشكل اللي هو الاوت لاين فورم، ده اشيك بالنسبه لي انا. طبعا هو بتختلف من شخص للتاني، شوف انت الشكل المناسب بالنسبه لك ايه. انا اتصور ان الشكل دوت موضح كل حاجه يعني. نيجي بعد كده للجراند توتال. الجراند توتال هنا الاجماليات، لو ضغطنا على اول خيار بيشيل الاجماليات من الصفوف ومن الاعمده، لا بيقول لي اجمالي الاصناف ايه ولا اجمالي السنين ايه. لو انا حاول يعني لا يعني لو انا حابب استعرض الداتا لوحدها. نيجي للخيار الثاني هيقول لي هيجيب لي بس اجمالي الصفوف واجمالي الاعمده. لو جيت الخيار الثالث طبعا كما متوقع عفوا احنا هنا اخترنا التابلر داتا، هنختار هنا الصفوف فقط، هيجمع الصفوف فقط ومش هيجمع الاعمده. الخيار الاخير هيجمع الاعمده فقط ومش هيجمع الصفوف. طبعا انا افضل الخيار الاولاني اللي هو
الصفوف والاعمده شغالين ليه؟ عشان خاطر هيكون دايما مجمع اجماليات كل منطقه او كل صف او كل عمود انا شغال عليه يعني. نيجي هنا برضو للسب توتال. بيقول لي انت محتاج السب توتال بتاع كل كاتيجوري ولا لا. زي ما هو موضح بالنسبه لك هنا هيضيف صف جديد ويحطه لي فيه. الخيار الاخير هنا يعني هيعمل الاجمالي بتاع كل منطقه من فوق مش من تحت. نيجي للخيار الاخير او القائمه الاخيره وهي قائمه بلانك رو. هنا بيحط لي صف فاضي بعد كل منطقه كتنسيق مش اكتر، بحيث ان هو يفصل كل كاتيجوري عن التاني بصف فاضي عشان خاطر تعرف تشوف افضل يعني. وانت طبعا هنا هيريموف الايه الرو دوت. ده كده شكل يعني ايه اللي اوت او الكذا لي اوت اللي احنا نقدر من خلالهم ننسق البيفت تيبل عشان يكون سهل للرؤيه او للتحليل اكتر يعني. نيجي بعد كده للديزاين. شكل الايه شكل البيفت تيبل. شكل البيفت تيبل تقدر تغير شكله مثلا عن طريق الفورمات اللي جايه زي دي. لو ضغطت على الزر ده كده هيظهر لك شكل يعني اشكال كتير جدا من البيفت تيبل. تقدر انت تختار الشكل المناسب يعني المناسب ليك واللي انت شايفه ان هو هيكون جذاب اكتر وبيعرض الداتا بتاعتك بصوره اوضح يعني. ولو كل الاشكال دي مش عاجباك تقدر تعمل بيفت تيبل ديزاين جديد او ستايل جديد. طبعا هيسالك هنا بقى ايه بعض الاسئله. شكل الهيدر عامل ازاي، محتاج فواصل ولا لا، شكل الكولمن الصف الاول الفاصل شكله عامل ازاي، الهيدر والفيرست وهكذا. تقدر بقى تجاوب على كل الاسئله دي. بعد كده تضغط اوكي هيعمل لك فورمات جديده وتقدر تحفظها وتستخدمها كتمبلت بعد كده لكل البيفت تيبلز لو انت حابب تعمل ستايل بطبع شخصي ليك يعني. طيب مراجعه سريعه كده على اللي اخدناه النهارده. ايه احنا النهارده اخدنا او عرفنا اهميه البيفت تيبل، اخدنا نظره عامه واخدنا قائمه ديزاين نقدر من خلالها نعمل تغيير في اللاي اوت بتاع البيفت تيبل. وعرفنا ازاي ندرج الحقول في المربعات المختلفه للبيفت تيبل سواء الاعمده او الصفوف، وان الاعمده بتحط لي الداتا جنب بعض، الصفوف بتدي لي الداتا تحت بعضها، ان الفاليو ما ينفعش احط فيها غير قيم اقدر اعمل لها تحليل سواء كاونت او سمشن او خلافه. بالنسبه للفلتر طبعا ما ينفعش احط حاجه غير ذات صله في الفلتر. في الدرس الجاي ان شاء الله هناخد تفاصيل اكتر عن الانالايز وعن البيفت تيبل عموما. تابع معانا الدروس اللي جايه وما تنساش لو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي تحت في التعليقات وان شاء الله نجاوب عليه. ودايما بنأكد في نهايه كل درس ان انت عشان تحترف اي مهاره لازم ان انت تجرب بايدك وتغلط وبعد كده تصحح الغلط دوت. فانت جرب وشوف. لو عندك اي سؤال سيبولي في التعليقات وما تنساش تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.